هاني. السلام عليكم يا هاني. السلام عليكم يا دكتور. والسلام يا فندم ورحمه الله وبركاته. والله يا دكتور انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. والدتي يعني متضايقه من اني ما بخليش زوجتي تروح علشان تخدمها، يعني خدمه يوميه يعني. لاني يعني السبب ان انا ما بوديش زوجتي ليها، لاني ام زوجتي مريضة. حماتك يعني ومريضه، وزوجتي بتروح لها تخدم امها، فما تقدرش تخدم اتنين زائد تخدم البيت اللي انا فيه. وماما ووالدتك غيرانه بقى، اشمعنى امها؟ بالظبط. ورغم اني انا ليا اخت واختي دي بتخدم امي، ولكن يعني انا مش عارف ايه الفكره اللي في دماغها ان هي ازاي ما تجيش عشان تخدمها يوميا او مثلا مرتين في الاسبوع او 3. قلت لها يا امي هي ما تقدرش لان امها مريضه تخدم امها، فمن باب ما اقدرش اقول لزوجتي روح اخدم امي وامك مريضه، ما اقدرش. يعني ما اقدرش اعمل حاجه زي كده. ووالدتي قطعتني بالسبب ده. تصور حضرتك انها قطعتني وما بترضاش تتكلم معايا بسبب الموضوع ده. ده نمره واحد. والدتي بسببها ان اخويا اتجوز مرتين والجوازتين فشلوا وطلق فيهم بسببها. واخد بال حضرتك؟ انا سعيد بمكالمتك وعايز اسمعك كويس قوي، وعايز كل الناس يسمعوك عشان ليا كلام قد كده بعدك. جوز اختي جه قال لي انا ووالدي الله يرحمه قبل ما يتوفى، قال لنا انا هرجوكوا رجاء واحد بس. قلنا له ايه؟ لان انا الاخ الكبير. وابعد والدتك عن بيتي بس، انا مش طالب اي حاجه تاني وانا هعيش سعيد. شوف الكلمه لما يجي جوز اختي يقول لي كده، يقول لي ابعد والدتك عني، انا هعيش سعيد، ارجوك بترجاك، مش اكتر من كده. انا بقى عايز اعمل يعني ايه الحل يعني؟ انا وبقول لحضرتك ما بتكلمنيش. لا، اول سؤال يا محمد، اول سؤال، هي الوالده قادره تجيب لها خدامه من حر مالها؟ ليها معاش حضرتك، بتاخد معاش شهري، معاشها زائد معاش والدي بتجمع الاثنين هي 4800 جنيه. تقدر تجيب؟ وقاعده في قريه ولا مدينه؟ لا، قاعده في مدينه. يعني تقدر، استنى يا محمد، يعني تقدر والدتك بالمعاشين اللي بتاخدهم تجيب لها خدامه ب 1000 جنيه مثلا في الشهر؟ بالظبط. وتعيش بالثلاثه. مش من حق ماما انها تطلب خدامه مراتك ولا خدامه بنتها اللي من بطنها بفلوسها تخدم روحها. ده الدين اللي الناس مش عايزه تعرفه. ماما وارثه. موافقتها ليا بقى. ماما وارثه. انا بتكلم يا محمد وبشكرك عشان عندي كلام كتير جدا في موضوعك ده. نمره واحد، يا حلوين يا مقطقطين. الاب والام متى قدر على انه هو يجيب خدام لروحه ليس على ولده ان يخدمه ولا مراته ولا حد في الدنيا. واقروا الكلام ده هتلاقوا كلمه خادم دي جت في الام لوحدها يجي اكتر من 3000 مره. المسلم الفقير يبقى عنده خادم. والامام الشافعي وابن عبد البر في التمهيد على الشمال يقول ان الراجل اللي عنده يدوب بيت ويدوب خادم ويدوب دابه ولا يستطيع دفع اجر الخادم ياخد من مال الزكاه. الناس النهارده يقولوا ده عنده واحد بيخدمه، مع انه بياخد من الزكاه لانه محتاج للخادم زي ما محتاج للقمه. دي الميه، شيل دي، اغسل دي. ما يقدرش واحد كبير تعبان عيان يقوم يغسل اطباق ويقوم يسحب نفسه على الباب ويقع ويدخل نفسه الحمام ويقع ويقولوا لبس وجن وعفريت والكلام الفارغ الوسخ. الحاجات اللي احنا بنبرأ الى الله منها ونبرأ ديننا منها. بلا وقع في الحمام، بلا وقعت في الحمام، بلا جن بلا عفاريت. ادي الدين اللي احنا مش عارفينه ومش عايزين نعرفه. ماما تطلع من ال 4000 1000 جنيه 1200 لعيله شملوله تمرشه وتخدمها وكل حاجه، وتيجي مراتك من باب الموده وكرمه لعينيك، وتيجي اختك من باب البطن اللي شالتها تشرف تزود تعمل حاجه امها بتحبها من ايديها ويبقى الود. ماما وارثه يعني ايه؟ يعني وارثه عادات سيئه زي العادات اللي بتقول الأرملة
المعتده ما تكلمش راجل. ليه يا روح امك؟ ليه يا روح امك؟ لا في كتاب ولا سنه ولا كتاب علم، حرام عليك. وانها كل الكلام الباطل اللي احنا شرحناه في الحلقه دي. فامك وارثه العادات السيئه، ان انا ليا بنت تبقى تحت رجلي، تتطلق تسيب جوزها يغضب عليه ما يطق من جنابه. هو كان اشتراها؟ دي بنتي، انا اللي شلت وانا اللي رضعت. هنقعد نقول موضوع انشا بتاع 6 ابتدائي في المدرسه. وجوز مرات ابني، مرات ابني، امال مش انا اديتها ابني؟ كأن الست دي كانت من غير ابنها هتقول دوخيني يا لمونة 7 مرات. الكلام ده ما ينفعش. ودين المسلمين يا امي ان الدنيا جميله، الست بتخدم امها، وامها برضو هيسري عليها نفس الحال اللي هو هيسري على بنتك، والدنيا تبقى منظمه. متى تجب النفقه على الوالدين؟ اذا كان في حاجه اليها، واذا كان الاب مستورا والام مستوره فلا نفقه على الابن لهما. تبقى حته بسبوسه، تبقى كيلو فاكهه، تبقى مواساه، علاج لو الدنيا غاليه. لكن ربنا فتح لك باب رزق، ما تكتميش ولادك وتقولي لا مالكوش دعوه باللي بيدخل لي، انتوا عليكم تخدموني. دي افكار مشلشلات ملهاش دعوه بدين الله الاسلام. ام فتحي، الله يرحمك يا ام فتحي، عشان انا امي كانوا بيقولوا لها يا ام فتحي، وانا جيت في يوم من الايام صغير عن سلمى شويه وعيطت وزعلت قوي. وبدات مالك؟ قلت لها يعني ايه ام فتحي؟ ام فتحي مفيش ام مبروك مره؟ فصعب عليها، عيطت اخرى وهتقول لي اصله كبير وبتاع. كبير ايه؟ كبير وهو صغير هنا، هو ابنك وانا ابنك؟ يقولوا مره يا ام فتحي ويقولوا مره يا ام مبروك، ده العدل بتاع ربنا. فبقت يا ولدي عليها الله يرحمها امي توصي حبايبها، نبي مبروك فاتح كتابه كده وبيذاكر، قولوا لي العوافيه يا ام مبروك. يقولوا لها وانا قاعد بقى بذاكر وحاطط الشاي على السبرتايه، يعني ما كملش يا منى. منى في وداني بتقول الله يرحمها بس بصوت قوي، فانا خفت لو كنت بتقول لي إيه اسكت، وانا ما اقدرش اسكت طبعا، حاجه فيها امي اللي لولاها ما كنتش انا قدامكم دلوقتي. وانا قاعد بقى فاتح التجويد والاقناع في حل الفاظ ابي شجاع، وعمال اقرا فقه الشافعيه وبتاع، وتيجي واحده تقول ايه يا صباح الخير يا ام مبروك، انا بقى انتشي قوي وافرح وحاجه جميله. وجت مره واحده اتلخبطت، فقالت ايه ازيك يا ام فتحي يا ام مبروك؟ قلت لا خلاص بقى، اللخبطه دي بدل حصلت يبقى انا ما بحبهاش والله. وقلت شرف ليا ان يتقال لامي يا ام فتحي، وانا كمان اخو فتحي، والله يرحم امي ويرحم اخويا فتحي. هاخد مين؟ قولي لي بقى.